اهلا بيكم جريد 5 معاكم مس ندى. ويلا خلصنا الوحده السابعه، نبتدي الوحده الثامنه. يلا بينا. الوحده التانية بتتكلم عن الامراض. illnesses الامراض. طيب قبل ما ياخد الامراض، ايه هي الامراض؟ لازم اكون متقن verb to have. have يعني يملك. have يعني يملك. have شاف البروناونز I و they و we و you و he و she و it. شاف السفن بروناونز كلهم. قال ايه ده؟ انا هشتغل مع دول كلهم؟ لا، ده انا ههبط خالص. صعب عليا خالص. وجبت الكاميرا وقلت هصور منه صورة. هو يشتغل مع شوية والصورة بتاعته تشتغل مع شوية بروناونز تانيين. وانا بصور ومس ندى مش بتعرف تصور قوي، الكاميرا اتهزت مني. الاتش نزلت اتش، والاي نزلت اي، والفي نزلت اس، والاي طارت. الاي طارت. الهاف بقت هاز. الهاف بقت هاز. هنا بقى عندي ايه؟ بقى عندي اصل وصورة. عندي اصل وصورة. وعشان تكونوا عارفين، عايزة اقول لكم على سر جميل. الاصل في الانجليش هو المصدر الانفينيتيف. انفينيتيف يعني have هي الانفينيتيف، وهاز هي الصورة اللي جاية منه. طيب have عشان عنده 4 letters 4 حروف، هيشتغل مع I و they و we و you. يشتغل مع مين؟ مع I و they و we و you. مهم جدا ان اكون عارفة ان have هتشتغل مع I و they و we و you. طب وهاز اللي هي الصورة، هاز معناه يملك، وهتيجي مع he و she و it. هاز عندها 3 letters 3 حروف، هتيجي مع he و she و it. 3 pronouns. واصلا he و she و it بيحبوا كل الكلمات اللي فيها اس. يبقى he و she و it هياخدوا هاز. طب هي هاز معناها ايه؟ يملك. طب وهاف معناها ايه؟ يملك برضو. بس الفرق ما بينهم ان دي اصل ودي صورة، وان دي بيجي معاها البروناونز دولت اللي هو I و they و we و you، لكن هاز بيجي معاه he و she و it. خلاص عرفنا حكاية have و has اللي هو verb يملك. طيب نطبق بقى. طيب يلا نترجم. لما يقول لي انا لدي صداع، انا عندي صداع، اقولها زي بالانجلش. انا يعني I. لدي او املك have. I بتاخد have الاصل. I have a headache. انا عندي صداع. طب انا لدي الم في الاسنان، او انا عندي الم اسنان، اقولها ازاي؟ انا يعني I. لدي او املك يعني have. I have a toothache. I have a toothache. بعد كده انا عندي الم في الظهر، فانا اقول I have a backache. I have a backache يعني انا عندي الم في الظهر. شوف كده، هتقدر تترجم الكلام ده ولا لا؟ لو قدرت تترجمه يبقى انت فهمت الدرس. هو يملك كتاب. هو يعني هي، ولازم تعمل اول حرف كابيتال. the first letter is a capital letter، يعني اول حرف كابيتال. he has a book. هو يملك كتاب يعني he has a book. هو يملك كتاب. هي تملك قلم. هي يعني she. تملك she بتاخد الصورة has. she has a pen. she has a pen هي تملك قلم. هم لديهم ألم في الأذن، فأنا أقول هم يعني they. لديهم أو يمتلكون have، لأن they بتاخد have. an إيريك يعني ألم في الأذن. ولو تلاحظ إن أنا جبت قبل إيريك an علشان بادئة بفاول بمتحرك، فهتاخد الحارس القوي. اللي متابعني هيعرف حكاية الحارس القوي والحارس الضعيف، موجودة على القناة يا جماعة. نحن لدينا ألم في الأذن، فأنا أقول نحن يعني we بتاخد have. we have an earache يعني إحنا لدينا ألم في الأذن. لو تلاحظ إن أنا جبت قبل earache جبت an الحارس القوي. اللي اتفرج على فيديو الحارس القوي والحارس الضعيف هيعرف يحط an أو a بسهولة جدا. earache بدأ بفاول فهتاخد an. بعد كده أنتم لديكم. أنتم لديكم كحة، فأنا هقولها ازاي؟ أنتم يعني يو. يو بتاخد هاف ولا هاز؟ يو بتاخد الأصل ولا الصورة؟ يو بتاخد الأصل have. you have a cough. you have a cough يعني أنتم لديكم كحة. انتوا عندكم كحة. you have a cough. كده احنا خلصنا الدرس الأولاني بالجرامر بتاعه. عرفنا الأمراض وعرفنا ازاي نكون جمل بفيرب to have.